أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنكمل سلسلة حل امتحانات يناير 2023 لمادة الدراسات، ومعانا النهاردة امتحان محافظة دمياط. امتحان محافظة دمياط أنا لما شفته لقيت طبعا في أسئلة مقالية خاصة في التاريخ طويلة جدا، ومحتاج طالب يكون مذاكر كويس جدا عشان يجاوب بسرعة وما يفكرش كتير. هنحل مع بعض أول سؤال في الجغرافيا اللي هو سؤال الخريطة. بيقول أمامك خريطة العالم السماء، اكتب في كراسة إجابتك مدلول الأرقام المدونة عليها مستعينا بما. واحد، جبال، وهنا مشاور لي على الجبال اللي هي بين قارة آسيا وقارة أوروبا، دي جبال الأورال. اتنين، جزيرة وهي موجودة في جنوب أستراليا، دي جزيرة تسمانيا أو تاسمانيا. تلاتة، الإقليم المناخي وده اللي موجود عند هضبة أثيوبيا هنا، ده إقليم المناخي الموسمي. تلاتة، هضبة يقل فيها عدد السكان وموجودة في جنوب قارة أمريكا الجنوبية، دي قارة باتاجونيا. السؤال به بيقول لنا هنا ما العلاقة بين جبال الإنديز والسهول الساحلية لأمريكا الجنوبية؟ هقول تضيق السهول الساحلية غرب قارة أمريكا الجنوبية بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. السؤال الثاني، قارن بين إقليم مناخ البحر المتوسط وتنمية الثروة الحيوانية. هقول له تنمو في إقليم البحر المتوسط حشائش الستبس التي تعد مراعي طبيعية للثروة الحيوانية، تمام؟ وبالتالي تعمل هذه الحشائش على تنمية الثروة الحيوانية. ثلاثة، شدة برودة فصل الشتاء وغابات إقليم مناخ غرب أوروبا. هقول له تنفض الغابات النفضية التي تنمو في إقليم غرب أوروبا أوراقها بسبب شدة البرودة في فصل الشتاء. أربعة، نصيب الفرد من الدخل القومي والنشاط الزراعي في قارة أفريقيا. هقول الدول ذات الدخل الاقتصادي المنخفض تعتمد بشكل أساسي على النشاط الزراعي، لذلك يقل نصيب الفرد من الدخل القومي في هذه القارة أو في هذه القارة. ماشي. جيم، صوب ما فوقه خط ثم أعد كتابة العبارة صحيحة في كراسة إجابتك. تكونت الأراضي الزراعية في جنوب السهول بوسط أمريكا الشمالية لوجود نهر، هنقول له نهر الميسيسيبي. اتنين، تنتشر السهول الصحراوية الرملية في قارتي أفريقيا وأستراليا. تلاتة، يسود قارة أنتاركتيكا إقليم مناخ البارد أو بين قوسين الطندرة. أربعة، البشرة الداكنة والأنف العريض والشعر الأجعد من خصائص السلالة الزنجية. السؤال التاني معانا، أكمل الجدول ثم انقله كاملا في كراسة إجابتك. كاتب لي هنا ظاهرتين، اليانجستي والمزيتا. اليانجستي طبعا نهر، نوع السلالة هنا طبعا اليانجستي ده موجود في الصين، والصين تنتمي إلى السلالة المغولية، يبقى نوع السلالة المغولية، والقارة التي تنتمي ليها آسيا. الميزيتا ده عبارة عن هضبة موجودة في أسبانيا، ونوع السلالة هنا كوكازية، والقارة التي تنتمي فيها أوروبا. بما تفسر تعدد السهول الساحلية والسهول الداخلية المتفرقة في قارة آسيا. هقول له لأن قارة آسيا تطل على المحيطات والبحار، فبالتالي تتعدد السهول الساحلية بها، بينما توجد الأنهار والبحيرات الداخلية في قارة آسيا، وذلك ساعد على وجود السهول الداخلية. تمام؟ أول فايدة. اتنين، هنا بيقول لنا بما تفسر تنوع الأقاليم المناخية في العالم. هقول له نظرا لعدة عوامل، ومن أهمها واحد، الموقع الفلكي. اتنين، الموقع الجغرافي. تلاتة، التضاريس. ده بيساعد على تنوع الأقاليم المناخية. السؤال رقم تلاتة، نمو الغابات الاستوائية في حوض الكونغو. هقول له بسبب سقوط الأمطار أو غزارة الأمطار طوال العام في حوض الكونغو الذي أدى لنمو الغابات الاستوائية. أربعة، هنا بيقول لنا خروج هجرات غير شرعية من معظم دول آسيا. أقول له بسبب الزيادة الكبيرة لسكان قارة آسيا. جيم، بيقول أمامك رسم بياني يمثل معدل المواليد في العالم، استعن به عن الإجابة على الأسئلة التالية.
حدد القارة التي تتساوى مع قارة آسيا في معدل المواليد. طبعا هنا الأرقام ممكن يكون مش واضحة، بس أول قارة عندنا العمود الكبير أفريقيا 36، آسيا وأستراليا 18، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 17، وأوروبا 11. فبالتالي قارة أستراليا هي التي تتساوى مع قارة آسيا في معدل المواليد. 2. دلل على صحة العبارة الآتية: معدل الزيادة الطبيعية في قارة أوروبا يساوي صفر. هقول له لأن معدل المواليد في قارة أوروبا 11 في الألف، ومعدل الوفيات بها 11 في الألف. فإذا الزيادة الطبيعية هي معدل الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات، فبالتالي تساوي صفر. تمام. السؤال الثالث: ماذا يحدث إذا انخفضت نسبة صغار السن في الدول النامية؟ هقول لم تتحمل الدول ميزانية ضخمة من أجل توفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات. كما 4. ما المقصود بقوة العالم قوة العمل هو عدد الأفراد في السن العمل والقادرين عليه والذين يعملون فعليا أو يبحثون عن العمل. دي أول ورقة معانا اللي هي جغرافيا. نخش على السؤال الثاني أو ثانيا التاريخ. السؤال الثالث بيقول لنا هنا: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. لفتت أنظار الدول الأوروبية وخاصة إنجلترا لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي، دي الحملة الفرنسية. 2. نظام طبقه محمد علي حتى تتمكن من منافسة الدول الأوروبية في سوق التجارة الدولية، ده نظام الاحتكار. 3. وزارة شكلها محمود سامي البارودي وتولى أحمد عرابي فيها وزارتي الجهادية والبحرية، دي وزارة الثورة. 4. معاهدة وقعتها انجلترا مع مصر خوفا من ثورة جديدة خاصة أو أنها ستخوض حرب عالمية ثانية، دي معاهدة 1936. سؤال ب: ما النتائج التاريخية التي ترتبت على خضوع مصر للحكم العثماني عدة قرون من الناحية الحضارية؟ هقول أدى ذلك إصابة مصر الركود والجمود في كافة النواحي الاقتصادية، في كافة نواحي المجتمع، وتحولت مصر إلى ولاية معزولة تماما عن المؤثرات الحضارية الحديثة في أوروبا. السؤال الثاني: الاجتماع الذي عقده زعماء الشعب المصري في بيت القاضي 13 مايو 1805، هقول قرروا فيها عزل الوالي المصري خورشيد باشا وتولية بدلا منه محمد علي. بعد كده 3. انعقاد مؤتمر الأستانة 1882 الذي حضرته الدول الأوروبية، ترتب عليه إرسال تركيا اللي هي الدولة العثمانية يعني قوة لإعادة الأمن والنظام في مصر. ورقم ب: عدم تدخل أي من الدول الأجنبية منفردة في المسألة المصرية. السؤال رقم 4 بيقول: موقف محمد فريد ومعه الشعب المصري من مشروع قناة السويس. هقول له حيث قام محمد فريد أو نجح محمد فريد في تأييد الرأي العام في إجبار الحكومة المصرية على دعوة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية لمناقشة طلب شركة قناة السويس، وأدى ذلك إلى رفض الحكومة المصرية لطلب مد امتياز قناة السويس ل40 سنة قادمة. تمام. سؤال ج هنا بيقول: أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة من العبارات الآتية. توجد عوامل خارجية أدت إلى إضعاف دولة المماليك اقتصاديا وعسكريا قبل ما يجي العثمانيين. هقول له العوامل الخارجية تتمثل في اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح 1498 ميلاديا، مما أدى ذلك إلى تدهور الاقتصاد لدولة المماليك. رقم ب: تحطم الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية عام 1509، دي عوامل خارجية أدت إلى إضعاف دولة المماليك. سؤال رقم 2 في أيد توجد للإنجليز محاولات سياسية لإبعاد محمد علي من حكم مصر. طبعا هم عملوا محاولتين. المحاولة الأولى حيث أقنعت السلطات الإنجليزية السلطان العثماني بنقل محمد علي من ولاية مصر، والكلام ده سنة 1806. والمحاولة الثانية ان هي ارسال حملة فريزر 1807 لاحتلال مصر
وخلع محمد علي وتولية المملوكي محمد بيك أبو الدهب، محمد بيك الألفي سوري بدلا منه. بعد كده بيقول لنا هنا 3 في أيد يمثل عصر إسماعيل تناقضا بين الازدهار والتقدم والانهيار السياسي. قال له حيث آه، كانت مصر في عهده أكثر تقدما في جميع المجالات وعمرانيا في تاريخ مصر الحديثة. دي الفترة اللي كانت بتميز ازدهار، بينما كان في عهده أيضا أخطر الفترات، لأنه أدى إلى تدخل الأجانب في شؤون مصر نتيجة الأخطاء التي أدت إلى تدهور مركزها الحالي وانهيار استقلالها السياسي. يبقى هنا هنقولها تاني إن كانت أكتر فترات مصر ازدهارا نتيجة التقدم العمراني والازدهار في جميع المجالات. ورقم 2 كانت أخطر الفترات بسبب تدخل الأجنبي في شؤون مصر نتيجة الأخطاء التي أدت إلى تدهور مركزها المالي وانهيار استقلالها الاقتصادي. رقم 4 استخدام الشعب المصري الحرب الاقتصادية سنة 1921 ضد إنجلترا اعتراضا على نفي زعماء. قال له حيث قام الشعب المصري بمقاطعة البضائع الإنجليزية مما اضطر الحكومة البريطانية الإفراج عن سعد زغلول وزملائه. السؤال الرابع بيقول اختار الإجابة من بين القوسين، ثم قعد كتابة الجملة كاملة بورقة الإجابة. عند نزول الحملة الفرنسية الإسكندرية واجهها الأهالي بزعامة حاكمها، طبعا ده محمد جريم، 2 من أبرز أعضاء البعثات العلمية إلى أوروبا رفاعة الطهطاوي. 3 يعرف بأنه خطيب الثورة العربية ولم تتمكن إنجلترا من اعتقاله، ده عبد الله النديم. 4 تم رفض طلب سعد زغلول والوفد المصري بالسفر إلى مؤتمر الصلح بباريس من قبل السير وينجت. رقم ب أظهرت حروب محمد علي كفاءة الجند المصري في التدريب والتنظيم في ميدان القتال رغم بعد المسافات، في ضوء العبارة ما العلاقة بين تفوق أوروبا حضاريا وعسكريا وتوجه العثمانيين نحو الشرق؟ هقول له هنا أدى التفوق أوروبا الحضاري والعسكري إلى إدراك سليم الأول خطورة التوسع والصدام مع دول أوروبا، لذلك اتجه السلطان سليم الأول التوسع ناحية الشرق، بين قوسين هنكتب مصر وبلاد الشام. السؤال الثاني ماذا يحدث إذا تركت الدولة الأوروبية محمد علي والسلطان العثماني دون التدخل في الصراع بينهما؟ أقول رقم ألف لم تعقد معاهدة لندن 1840 والتي نصت ولم يتم إعادة بلاد الشام والجزيرة العربية للسلطان العثماني، ولم يتم تثبيت حكم محمد علي على مصر، ولم يصدر السلطان العثماني فرمان 1841 الذي نص على وراثة حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي الذكور سنا بجانب السودان. السؤال الثالث ما رأيك في الفرمان الذي أصدره السلطان العثماني بعصيان أحمد عرابي؟ طبعا من الفرمانات التي تدل على خيانة السلطان العثماني لبلده وموالاته للأجانب، حيث أدى هذا الفرمان إلى إضعاف الروح المعنوية لدى الجيش المصري وهزيمة العربيين في معركة التل الكبير ودخول القوات الإنجليزية إلى القاهرة واحتلالها. سؤال 4 ما أوجه النقد التي يمكن أن توجهها للدستور 1923؟ أوجه النقد إن هو أعطى للملك سلطات واسعة إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكان من حقه حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. تمام؟ طيب قارن بين ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية ضد الحملة الفرنسية من حيث النتائج كل منهم. ثورة القاهرة الأولى النتائج بتاعتها إعدام الكثير من الثوار والأهالي، به فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء، 3 شرع الفرنسيين في تحسين مدينة القاهرة. ثورة القاهرة الثانية النتائج بتاعتها أخمدت الثورة بزعامة السيد عمر مكرم ودمر حي بولاق، واشتد قليبر في فرض المزيد من الضرائب
ومصادرة الأموال والممتلكات. السؤال الأخير هنا بيقول لنا قارن بين المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة من حيث مدى تحقيق كل منهما العدالة. طبعا أنا من المقارنة طبعا هما الاثنين لما يحققوا العدالة، والسبب في ذلك إن المحاكم القنصلية لأن أحكامها كانت لا تستأنف إلا للخارج، مما دفع المصريين عن التنازل عن حقوقهم. بينما المحاكم المختلطة طبعا غير محققة للعدالة، لأنها كانت يرأسها القضاء الأجانب، فبالتالي آه، آه، كانت منحازة للأجانب بشكل كبير. فبالتالي ده الامتحان معانا بتاع محافظة دمياط. أتمنى يكون أنا فدتكم في حل الامتحان، ويكون إفادة للناس اللي هتمتحن إن شاء الله في الفترة الجاية. أشكركم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد من امتحانات يناير 2023 لمادة الدراسات الاجتماعية. وشكرا ليكم وبالتوفيق للجميع.